في نظام الداخلي للهلال الأحمر الكردي نعمل حسب قوانين الصليب والهلال الأحمر الدولي، هي الحياد وعدم الانحياز وإنقاذ الجرحى إذا كان الشخص ينتمي لأي ديانة أو أي قومية. ليس لدينا أي فرق نحن كهلال أحمر كردي، وأثبتنا ذلك من خلال عملنا. كادرنا الذي كان موجود في الشيخ مقصود دون الانحياز لأي طرف كان يقوم بعمله الإنساني كواجب إنساني. نحن نحمل مثل ما ذكرنا الحكومة الانتقالية في دمشق مسؤولية الحفاظ على حياة كادر الهلال الأحمر الكردي الذين تم رؤيتهم بشكل صريح وواضح، ونحن شاركنا الصور بين المعتقلين لدى الحكومة الانتقالية في دمشق. أي تعرض هؤلاء الأشخاص للفقدان أو فقدان حياتهم أو عدم ظهورهم وبقوا مفقودين، فهذا يعني أنه حكومة دمشق قد شاركت بمجزرة وقد خرقت قوانين جنيف للحفاظ على الكوادر الطبية وخاصة الذين يعملون على سيادة الإسعاف. ويجب على المنظمات الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي أن يتدخل لإنقاذ حياة الكادر الطبي وكل المفقودين، لأن المدنيين الذين اعتقلوا أيضا هم مدنيين كانوا موجودين في الحي، موجودين في بيوتهم وفي منازلهم. العدد الكبير الذي ظهر على الصور معظمهم رجال وشباب. هؤلاء إذا تعرضوا لأي أذى فهذا هو جريمة حرب، تعتبر جريمة حرب.